تحية طيبة متابعين ومستمعين إذاعة الكوت، والحلقة الأولى من برنامجنا اللقاء الخاص مع دكتور صالح الطائي، كاتب وباحث في الفكر الديني. حياك الله دكتور. سلمك الله، الله يبارك فيك. شكرا لقبول الدعوة، شكرا لوقتك. شكر لكم أنتم قناة الكوت نت الفضاء الأفهم الفضاء اللي أتمنى أن تكون قناة فضائية إن شاء الله، لأن دائما مواضيعها شيقة ومفيدة للمجتمع. طبعا هو من أهداف هذه الحلقة واللقاء الخاص مع دكتور صالح أن نتعرف على دكتور صالح الطائي. من هو دكتور صالح الطائي؟ صالح الطائي إنسان يبحث عن المعنى، زين، ولكنه لم يصل إلى الآن. لا زلت أشعر أن تلالا من الحواجز والموانع تقف حائلا بيني وبين الوصول إلى المعنى. المعنى هو الحقيقة، لكن متى يصل الإنسان إلى الحقيقة؟ ممكن أنه بعد أن يموت. شنو الحواجز اللي تقف أمام دكتور صالح؟ الحواجز كثيرة، منها الحواجز أهمها حاجز المجتمع والسياسة والدين. واسمحوا لي أقول الدين، لأنه جزء من الدين يقف حاجز بين تنمية الفكر وتطويره لكي يصل إلى النتيجة التي يبغيها. احنا من نذكر الدين بحقيقته، بدين المصطفى، هو دين تسامح، يحترم الرأي الآخر. لا أستاذ سجاد، خليني أقاطعك هنا. أنا عندي كتاب أعمل عليه الآن اسمه أعوذ بالله، أنا صاير طبعا تقدم العمر يخلي الإنسان، لا بعد شاب دكتور، يخلي الإنسان ينسى الحقيقة. خلي نعوف العنوان لأنه ما أتذكره، لكن الموضوع الفكرة الأساسية مال الكتاب أنه الدين كان حياة، وكان منهج، وكان وجود، وكان طريقة، وكان معنى للإنسان حينما كان رسالة. لكنه بعد أن تحول من رسالة إلى عقيدة حدث الانغلاق. ذكرني هذا أنه الكتاب اسمه الانغلاق الديني. فالدين، أنا لقيت محاضرة في تونس على طلبة الدراسات العليا من تونس والمغرب وليبيا، هم وأساتذتهم. فالمحاضرة طولت تقريبا 3-4 ساعة، لكن في ختام الندوة أو في ختام المحاضرة قلت كلمة صفقت عليها القاعة لمدة 5 دقائق. الكلمة هي: ثقوا أن الدين الذي نتعبد به الآن ليس الدين الذي جاء به محمد. هاي الحقيقة. الدين إذن أنت تعاني من الدين البشري. أحسنت. وهذا جانب مهم جدا، لأنه أكو دين سماوي وأكو دين بشري. الدين السماوي هو دين رحمة، دين خلود، دين تسامح، دين إنسانية، دين ليس كما تصوره المؤسسة الدينية. أكيد. المؤسسة الدينية الدين الأرضي، دين المصطفى اللي تبحث عنه، اللي ما موجود في مجتمعاتنا. لا، ما نقول ما موجود، موجود بنسبة قليلة جدا، لأنه لو كان موجودا لعشنا ملائكة. زين دكتور، على ماذا تتوقف انتشار وظهور وسماع منتجات أو إنتاج المثقف أو الكاتب في العراق؟ على أمور أساسية هي تعتبر مقاسات صحيحة لانتشار، أم على أمور ثانوية؟ حتما أمور ثانوية، لكن أهم جانب هو الجانب الفكري، المنهج الفكري الذي يتبناه المؤلف أو الكاتب أو الباحث أو المفكر. الجانب الفكري مهم جدا، لأنه المجتمع مجتمع تقليدي يسير ضمن أنماط محددة ومرسومة له مستقبلا، من دون أن يفكر أنه راح يصل إلى النتيجة الفلانية. ولذلك حينما تطرح مشروعا جديدا أو فكرا جديدا يجد موانع كثيرة، وهذا يحد من انتشار ثانيا الكثير من المجاملات. نحن مجتمع مجامل، مجتمع، ونقولها بالفم الملآن، مجتمع فيه الكثير من النفاق. لو تخلصنا من المجاملة والنفاق لأخذ كل إنسان حقه في أي مجال، في كل المجالات، في كل مجالات الحياة. متى ما انتهى النفاق والتحيز والحسد ممكن للإنسان أن يصل إلى درجة أنه ممكن أن يقدم راحته من دون أن تكون هناك موانع. نعم، الموانع تكون ضرورية في بعض الأحيان. في زمن النظام السابق كان موجود دائرة اسمها الرقابة على المطبوعات. ما كان
كتاب يصدر بالعراق إلا بعد أن يمر من خلال هذه المؤسسة. طبعا هي المؤسسة كانت سياسية أكثر منها فكرية، كانت تعرقل عمل الكاتب والباحث وغيره، تمنح حريته، تنشر ما تراه هي وليس ما يراه الفاكر على سيستمها، على مبدأها. لكن وجودها ضروري في بعض الحالات. أنا في سلطنة عمان عندي كتاب اسمه كن أو لا، كتاب فلسفي مبسط للشباب، طلبوا يطبعوه على نفقتهم الخاصة بتونا، أنا طبعته بالعراق، فبعثت لهم إياه. بعد ما بعثته بأسبوع دز لي موافقة رقابة المطبوعات على إصدار الكتاب في عمان. لا عاد قد محتوى مهم، مو بس محتوى مهم، لكن الرقابة متى ما كانت ضرورية ممكن أن تزيل هذه التقييم صحيح ومقاسات صحيحة. طبعا. دكتور، تشجع على المركزية الثقافية؟ لا. ليش؟ الانفتاح ضروري جدا، والفكر ليست له حدود، الفكر منفتح. انفتاح الفكر يقيد متى ما كانت مركزية، يجب أن يبقى مفتوح بكل تفاصيله. ترفضها بكل تفاصيله، لأنه الفكر كالقراءة، أنت لا يمكن أن تتطور إذا لم تقرأ، لكن ماذا تقرأ؟ هذا مهم جدا. أنا برأيي أنه اقرأ كل شيء، اقرأ كل شيء، ما يناسب فكرك وتفكيرك ومعتقدك وأخلاقك، وما لا يناسبه، ولكن حكم عقلك. حرية التفكير، نعم، هي هاي اللي تبحث عنها. أهم شيء. في بعض الأشياء المركزية تشجع بها، إداريات لجمع المثقفين للأدباء، هذه ضرورية جدا. هاي ما تعتبر مركزية ثقافية؟ لا هاي ما تعتبر، هذه تعتبر وسائل لتحقيق الانفتاح الثقافي. التداول، النقاش في مواضيع أخرى. نعم، عامة. هذا هو الطريق. دكتور، 91 كتاب وهدفك تصل إلى 100 كتاب مثل ما ذكرت قبل الحلقة، مو هواي؟ كيف نجحت بتأليف الكتابة؟ هم كبير، هم كبير جدا، لأنه أنت مؤتمن على ما تكتب. وكثير من الناس يأسفون أنهم كتبوا موضوعا معينا قبل أن يصلوا إلى مرحلة وعي معين. زين. الكتابة تحتاج أولا إلى تفرغ كامل، ولذلك أنا لا أعيب على أساتذة الجامعات، ومنهم أساتذة الجامعات واسط على سبيل المثال، أنهم لا يملكون الوقت. لديهم فكر راقي جدا، لديهم معلومات عالية جدا، لديهم تخصصات راقية جدا، لكنهم لا يملكون الوقت ليكتبوا. الكتابة تحتاج إلى وقت. أنا بكوني مريت في مرحلة فصل سياسي، كنت قاعد بالبيت بدون شغل وعمل، فكانت فرصة جيدة أن أتفرغ للكتابة. بعد ما رجعت للدائرة بعد 2003 مع المفصولين السياسيين، اشتغلت فترة معينة، لكن شفت الوضع أنه راح يصادر مبادئي، فرأسا حلت نفسي على التقاعد، فرغت مرة ثانية للكتابة. تمام. حاليا عندي وقت كمعدل أشتغل 9 ساعات يوميا متواصلة. كافية؟ والله لو فراغ بالوقت، لو أقول لك عدد المشاريع الكتب الموجودة عندي أحتاج عمرين بعد عمري هذا. إن شاء الله طولة العمر. دكتور، موهبة التأليف والكتابة لو مكتسبات أنت تشتغل على نفسك بيها؟ إذا تسمح لي أوصل رسالة السؤال. نعم. يعني هي موهبة ممكن متاحة لأي شخص، ممكن يألف كتاب، لو أكو شروط، أكو عمل، أكو أشياء قبل ما تألف؟ الله سبحانه وتعالى أعطاه للإنسان فكر، عقل متكامل. هذا العقل المتكامل تقريبا من عدالة الله سبحانه وتعالى أنه موحد من حيث الحجم تقريبا عند أغلب البشر. لكن ماذا يستخدمون البشر منه؟ البشر يستخدمون جزءا بسيطا منه. الفكر والعقل والتنمية تتطور مع توسع الإنسان باستخدام عقله، باستخدام فكره. تمام. هاي جانب. الجانب الآخر، القراءة مهمة جدا. الاطلاع. القراءة مهمة جدا. نحن في مراحل وعينا الأولى في المتوسطة حظينا بأساتذة رحمهم الله، كانوا كبارا في كل شيء. أول ما علموه لنا القراءة الخارجية. ايش تقصد بها؟ قراءة الكتب اللي خارج تخصص، اللي هي مو ضمن منهاجك الدراسي. المنهاج الدراسي هو اللي يعتبر مثقف اللي يطلع عليك أشياء. كان عندنا يعقوب الفلاحي قال اقروا يابا، وين نقرأ؟ وين نلقى الكتب؟ ما ندري وين نلقاها الكتب. قال في باب الشرجي
اكو عرباين يبيعون كتب الكتاب بدرهم او ب100 فلس او ب3 دراهم بدون تحديد عناوين الكتب. بدون تحديد. تالي قال اكو كتاب اسمه البؤساء الفيكتور هيجو، نصح حاولوا تقروه. فاني ابويا ينطيني يوميا 4 دينار. تمام. بيتنا بالكاظميه. يوم الخميس طلعت من المدرسه، بدلت لبست لبس مو مال المدرسه شوي نظيف، وصعدت بتاكسي من باب الدروازه بالكاظميه لباب الشرجي بدرهم. تمام. افتريت على المكتبات اسال على كتاب البؤساء الفيكتور هيجو، على العرباين لقيته بعربانه بيش قال ب3 دراهم. اعطيته 3 دراهم والدرهم الباقي رجعت بيه للبيت. تمام. قعدت الخميس بالليل خلصت الوجه الصبح. الجمعه شويه تاخرت بالنوم، من قعدت من النوم خلصته مره ثانيه. من رحنا يوم السبت للدوام قلت له قريت البؤساء. قال شنو؟ قلت له قريت البؤساء، اشتريته وقريته. هاي في عمر؟ قال صف ثالث متوسط. ممتاز. قال زين فلان موضوع شنو؟ من العربانه وقعت السوه، من خشب النفق السوه، من صعد على الدير. جاوبته كلهن. قال لي جيد. قال لي اكو كتاب اسمه الام، شجعته بين يعطيك عنوان ثاني. اي الام لمكسين وغورك يقرا. فطلعت رحت اشتريته ايضا ب100 فلس او ب3 دراهم، كتاب مترجم راقي جدا. اشتريت الكتاب وجيت لقيته كتاب يحمل فكر يساري. يحمل فكر يساري. فبعدين تبين انه هو الاستاذ. خلينا نوضح فكر اليساري شنو يعني الاشتراكيه والشيوعيه والشسمه. هو ماكسيم غوركي روسي. صح. فالقراءه الكذا. العلم شو يقول؟ العلم يقول انه من تقرا كتاب 17% فقط من مجمل ما قريته بالكتاب يرسخ في دماغك. 17%. 17%. تبقى 83% بين النسيان وبين ان تذهب الى العقل الباطن. زين. لكن هذه ما تضيع، من تستفز يثار عقلك تطلع. هذا الخزين الموجود في العقل الباطن، وما قرأته وفهمته هو الذي جعلني أتمكن من الكتابة. أنا لا أتأخر مثل غيري لهذا السبب بالذات. لماذا؟ حينما أحتاج إلى حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا ما أعرف مضمون الحديث مع نص الحديث، لكن مضمونه في بالي من القراءات السابقة. أفتح مربعا واكتب حديث كذا وأستمر بالكتابة وكأنه الحديث موجود بالنص. أكتب 10-15 صفحة، هو موجود أكيد، بس مجرد إرادة لبحث، بس ملاحظة، على مود ما تضيع وقتك. فهذا اللي يساعد على الإنجاز ويساعد على يعني نقدر نقول من أهم شروط أن تكون كاتب أو مؤلف في مجال معين أن تكون قارئا جيدا أولا. والوقت المبكر له دور حتما، لأنه الموهبة تدخل على الخط. الموهبة جزء كبير، لكن الموهبة كل إنسان هو يملك الموهبة. هنالك من يستطيع تنمية هذه الموهبة وهنالك من يكبتها. فتوظيف الموهبة ممكن أن يضفي على ما تكتبه ألقا آخر غير الألق الموجود عند الآخرين. حينما تجتمع الموهبة والثقافة والقراءة والفكر ممكن أن تنتج شيئا فريدا. نصيحة: شنو النظام الأفضل للوصول للشخص بأن مع هاي المعطيات اللي متوفرة به اللي ذكرناها كمقاسات، بأن قارئ من وقت مبكر من عمره وكذا، أكو نظام تشجع الشباب الناس اللي تريد تبدع أو يشتغل على أبنائه على اللي حوله بأن نظام وقت؟ أستاذ سجاد، احنا في بدايتنا قلت لك لقينا من شجعنا على القراءة. حاليا انت هسه موجود شجعنا؟ لا، حاليا هنالك الكثير من القوى التي تضغط على هذا الجانب. الكثير من القوى التي لا تريد للقراءة أن تنتشر، بعضها سياسي، بعضها فكري، بعضها طائفي ديني. لأنه أنت من تقرأ في فكر مذهب معين ممكن أن تفهمه جيد، تجد من داخل الدين من المذهب من يعترض، وتجد من باقي المذاهب من يعترض. فهذه كلها موانع. صعوبة أن تكون معتدل؟ جدا صعبة. ليش؟ لأن العدالة أولا لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أرادنا أن نكون عادلين في كل شيء، حتى في تناول الطعام والشراب والقضايا الأخرى، حتى في تفكيرنا، حتى في علاقتنا مع الآخر أرادنا أن نكون عادلين. لكن هل حققنا إرادة الله في كل حياتنا؟ لا، إحنا لازلنا مقصرين في هذا الجانب كثيرا. لازلنا نحتاج إلى أن نرجع إلى هذا الجانب، ومتى ما رجع الإنسان إلى هذا الجانب ممكن أن يحقق الكثير من متى نصل إلى التفكير بعيدا عن نسأل الشخص المقابلنا أنت من يا مذهب وأنت من يا دين، مجرد يربطنا به هو الفكر والثقافة. أولا
عملية التخلص كليا من رواسب المذهب والدين مستحيل تقدر تخلص بنسب. لكن هذا الجانب المهم. احنا نرجع للثقافة والقراءة. القراءة والثقافة تخليك تفتهم الآخر ليس كما تسمع عنه. هذا الفهم ممكن أن يقودك إلى مرحلة من القبول، قبول الآخر. قبول الآخر هو أول أساس للعلاقة الاجتماعية بأي مجتمع. تمام. من تصل إلى هذه المرحلة ممكن أن تتجاوزها، لكن المشكلة أنه راح تكون وحيدا في هذا الطريق، لأن الجانبين أنت والآخر كلاهما يحمل فكرا يريد أن يحافظ عليه ويدافع عنه وكأنه. لماذا هذه درجة التشاؤم عند دكتور صالح؟ ليس تشاؤما بقدر ما هو تجربة خضتها على مدى 75 عاما. ممكن تجربة خاصة بك لو هي عامة؟ لا هي تجربة عامة، لأنه من التجربة لما تكون علاقتي بأستاذ سجاد فقط هاي راح تكون خاصة، تنطيني رأي أستاذ سجاد فقط. لكن من آخذ طلعت على تجارب الآخرين، هذا أريد أقوله، أنه من تطلع وتتواصل ويا كثير من الآخرين ستجد أن هنالك مشتركات. هاي المشتركات تتحدد جدا، لكن حاليا موجودة هذه الدعوات، رغم أنهم دعوات مثقفة وحداثوية، لكن دا تخلق عوارض. العوارض أنه دا تطرح هدف واحد، أنه ابتعد عن الدين أساسا لكي تصل إلى هذه النتيجة. الدين دا يعترض عليها، رجال الدين دا يعترضون عليها، فماذا تنجح؟ لو استطاعت أن توظف الدين للوصول إلى هذه النتيجة ممكن أن تصل إلى نتيجة جيدة. الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفته في الأرض. كل المفسرين اللي فسروا خليفة قالوا ليعمر الأرض. لا، الله ما يقدر يعمر الأرض. هو الله طا فكر للإنسان يقدر كل شيء يسوي به، يعمر. الله سبحانه وتعالى أراد الإنسان أن يكون صورة عنه في الأرض. هذا تفكير، هذا تحليلها جميل. اللي طبعا يعترضون علي، أنا هذا تفسيري لهم. وجهة نظر. وجهة نظر. الله سبحانه وتعالى أراد الإنسان أن يكون صورة عنه في الأرض، أن يكون مثالا. الإنسان متى ما احترم هذه الصورة ممكن أن يوصل، لكن كثير لا يحترمها، ولذلك لا يمكن أن ينجح هذا الجانب أبدا. ولا يمكن، وهذا ليس تشاؤما، أن نصل إلى درجة أنه لا أسأل الإنسان عن مذهبه. لأنه تصور أنا في مصر كنت قبل شهر وفي ملتقى ثقافي، والمفروض ما نتناول هذا الجانب، ما له علاقة بالدين أساسا، لكن القائم على المؤتمر، ورغم أنه كنت ضيف الشرف بالمؤتمر ولقيت بحث كبير وعندي كتاب من كتبي قرأته ووزعته وسوى له حفل خاص، سألني حضرتك سني لو شيعي؟ حتى في هاي المؤتمرات موجودة هاي، لذلك صعوبة نتخلص منها. لكن بالحد الأدنى ممكن أنه أنا وأنت والآخرين نؤمن بهم، وهذا حتى يقنعنا داخليا أكثر مما. دكتور، كيف نتخلص من الانسداد الفكري؟ يا دكتور، والله مستحيل نتخلص من الانسداد الفكري، لأنه الكثير من العوائق الموجودة، بعضها سياسي، بعضها ديني، بعضها جغرافي، بعضها تاريخي، بعضها فكري، بعضها تراثي وإرثي. هذه كلها تتحكم بما نعتقد به. أن تتخلى عن هذه كلها يعني أنك إنسان ناجح، لكنك لن تستطيع أن تتخلى عنها، لأن حياتنا هي تفرض علينا ذلك. أنا على سبيل المثال اشتركت في مؤتمر في جمهورية مصر العربية، والمؤتمر تبنته الدكتورة عائشة عثمان اللي هي مستشارة الرئيس السيسي. والقائم على المؤتمر في هذا المؤتمر الفكري الثقافي الذي لا علاقة له بالدين سألني على انفراد: أنت سني لو شيعي؟ فماذا يعني هذا؟ أنت شنو كان شعورك؟ والله أنا حكيت له الحقيقة. أنا الحقيقة لا سني ولا شيعي، أنا عندي مذهب. شنو إيمانك؟ مذهب خاص اسمه المذهب المحمدي. مذهب المحمد، ايش تقصد به؟ أنه أخذت خلاصة من كل المذاهب الخمسة الموجودة ومن الإباضية أيضا لكي تصل إلى الله مباشر. وطلعت بنتيجة أنه أصل إلى الله عن هذا الطريق، لا عن طريق فلان وفلان. وسائل متعددة، وسائل متعددة، لأنه الله سبحانه وتعالى هو مركز الكون. وكل الأفكار الموجودة، المذاهب والأديان والأيديولوجيات وغيرها، على شكل دائرة. كلنا اختار الطريق الوصولي إلى الله
بطريقته، على تفكيره وعلى طريقته وعلى ما يناسبه. ممكن أن حينما تدرس هذه الأفكار كأنك درست عدة تجارب، أن تخلق تجربة جديدة ممكن من خلالها أن تصنع أنت نفسك طريقا إلى الله من خلالها. هذا مصداقا للآية: الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر لهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دكتور، عندك كتاب بعنوان الإله الرقمي على ما أعتقد. نعم. كيف يؤثر التطور أو الذكاء الاصطناعي على الأديان؟ هل هو ممكن أن يكون إيجابيا داعم للأديان بشكل عام، أو ممكن أن يكون خطر كما يروج له؟ الذكاء الاصطناعي مثل أي منتج آخر، أي منتج إنساني آخر. السكين ممكن أن تذبح بها وممكن أن تأكل بها. كل المنتجات ممكن بها جانب خير وجانب شر. عملية التوظيف تعود إلى الإنسان نفسه. الله سبحانه وتعالى انطى للإنسان إمكانية فعل الفعل. أعطاك عين ترى، فكر يشتغل، حلق يحكي، خشم يشتم، إيد تتحرك، رجل تنقلك. كل القضايا التي تهيئ لك سبل العيش الكامل أعطاها لك، لكنه ترك لك نية فعل الفعل. نية فعل الفعل أنت تتحملها. كذلك الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي في ظاهرة جانب خيري يخدم الإنسان، وحاليا ما يقدمه من خدمة به الكثير من الفوائد، من صالح كثير، لكن فيه جانب مظلم اللي هو هنالك ما يعرف بالدارك ويب. الدارك ويب ما حد مطلع عليه. اللي هو هذا هو الذي يجمع كل المعلومات عن كل المستخدمين للإنترنت بالعالم كله. كل واحد من تصور وصلوا مرحلة أخيرة قبل أيام حتى جيناتك وجيناتي ممكن أن الدي ان اي مالنا يعرفوه من خلالها، من خلال الديب ويب. هذا الذي كيف نحذر منه؟ يعني كيف تحذر منه؟ الذكاء الاصطناعي حاليا ينتج كثير من المشاريع والبرامج والأجهزة. مثلا حاليا اكو فكرة انه الهاتف النقال يلغى، فكريا يصير التواصل بين الناس، وهي موجودة يشتغلون عليها وراح يوصلون لها. وللعلم الذكاء الاصطناعي مرحلة أولى. حاليا اكو تخطيط منا ل10 أو 20 سنة على أقصى مدى سيصلون إلى ما يعرف بالذكاء الفائق. هاي شنو معنى؟ وصول الذكاء الفائق يقلل الذكاء الاصطناعي الموجود حاليا اللي دا نستخدمه كذكاء إنسان النياندرتال إلى الإنسان المعاصر. وانت قيس الفرق بيناتهم. هذا الجانب بدأوا يوظفوه من خلال عملية أنا أطلق عليها عملية القضم التدريجي. الهاتف راح تستعمله بالتليفون، السفر وغيره ما راح تستعمل جواز بعد. هذا شنو؟ اكو شريحة يسموها شريحة الذكاء او الشريحة الدماغية، اشتغلوا عليها بالتسعينات، اشتغل عليها طبيب. الغاية من عندها ان يزرع شريحة داخل دماغ الانسان تتحكم بالامراض المستعصية ولا سيما الشلل الرباعي والصرع. اشتغل عليها 6-7 سنوات ما وصل نتيجة، تركها. جت المخابرات الأمريكية أخذت المشروع ماله، بدأوا يطوروه. في سنة 2023 إيلون ماسك هذا الأسطورة زين صرف 30 مليار دولار لتطوير هذا المشروع. تمام. في نهاية 2023 أنتج أول شريحة زرعت في دماغ إنسان وبدأت تستجيب لما يريدونه. هاي الشريحة راح نضطر كنا نزرعها في أدمغتنا بدون استثناء، لأنك لا يمكن أن تعبر من بلد إلى بلد إذا لم تكن عندك هذه الشريحة. لا يمكن أن تتصل بأحد تليفونيا إذا لم تكن عندك هذه الشريحة. هوية تعريف إلك راح تكون وبها كل الملحقات. هاي الشريحة راح تربط ملايين البشر ضمن خوارزمية، والخوارزمية يحركها ويتحكم بها الديب ويب. من هذا الجانب راح يبدأون، وموجود حاليا وأنا شرحته بكتابي، أنه نتيجة الشد العصبي اللي دا يعيش العالم، ليش ما نسوي جلسات ريلاكس، تأمل، هدوء، يربطون كل 100 إنسان ضمن جلسة خيالية. هذه الهدف الأسمى من عندها اللي هم حاشين عليها في برامجهم،
أن يخلون الإنسان يخلق ربه، والمرحلة الثانية أن يكون هو الرب. هاي الجزئية ما افتهمناها. شنو يخلق ربه؟ يخلق ربه أنه احنا نؤمن أنه الله هو خالق الكون وكذا وكذا. تمام. لا، أنت تخلق لك إله على قياسك، على مقاسك، على طلبك، نرجع على ما قبل الإسلام. ترجع ما قبل التاريخ. لكن المرحلة الأخيرة أنت ستكون الرب فيها. عملية إلغاء لله سبحانه وتعالى. يعني ممكن نطلع بنتيجة، ممكن الذكاء الاصطناعي يصل بنا إلى خلق أديان جديدة؟ سيصل، ليس لخلق أديان جديدة. وحتى الإبراهيمية اللي يتحدثون عنها الآن هي عملية باهتة، والذكاء الاصطناعي راح يلغيها. الذكاء الاصطناعي راح يخلق إله جديد، راح يخلق دين جديد، تعاليم جديدة، راح تتغير كافة القوانين والتعاليم التي تقود البشرية ضمن منهج خاص. وهنا سيتحقق مشروع الكون الواحد الذي يدعون إليه الحكومة الواحدة وغيرها، اللي كثير حشوا عليها بالبداية. لن تكون عسكرية ولا حروب ولا غيرها، لا، راح تكون بهذا الجانب، السيطرة على العالم من خلال شريحة الدماغ، شريحة الذكاء الاصطناعي، الشريحة الدماغية، ومن خلالها يتحكمون بالعالم. لكن لن يبقوا العالم كما هو. العالم ما يبقى 8 مليارات. توقع كبير. ستحدث عملية لخلق النخبة، عملية نخبوية، قضاء على كثير من البشرية في حروب ثانوية وغيرها، حتى يوصلون إلى نتيجة أنه يقودون العالم عالم على هواهم وليس على هوى الله أو هواك. تمام دكتور، الشجع الدور اللي يقومون به الرجال الدين والمثقفين، أو رجال الدين بالذات، يحذرك لا تستعمل الذكاء الاصطناعي لا كذا، لو ضد هاي الفكرة؟ لا، أنا الذكاء الاصطناعي فارض نفسه مثل ما التليفون فرض نفسه، ومثل ما القنوات الفضائية فرضت نفسها. يعني هذا تحصيل حاصل لا يمكن منعه. كيف نتعامل؟ لا يمكن. لكن التحكم بعملية الاستعمال حاليا كثير من الدول مثلا، وبعض الدول العربية منها، مثلا سلطنة عمان على سبيل المثال، منعوا استخدام التيك توك، هذا البرنامج التيك توك الصيني. كثير من القضايا السيئة به منعوا استخدامه، وإذا تريد تستخدمه لازم تحصل موافقة، ياخذون من عندك انت شو محصل دراسه، شو تحصيلك العلم، حتى يضمنون طريقه التعامل الصحيح، استخدامك لهذا شو اسمه. فعمليه يجب ان تكون تشترك، الدين وحده ما يقدر. يعني المؤسسات العلميه، الحكومات، الاسره، الدين، المدرسه، الجامعه، كلها تشترك، وضع برنامج موحد لتطبيقه بشكل طريقة خلينا نقول قسري. خلينا نقول قسري، لأنه هذا ما يكون مقيد، ما مفتوح. ما يكون قسري ما تقدر تنجح. رغم أنه حاليا أكو برامج كثيرة ديجوا. إيران منعت الفيسبوك، جابوا الVPN رأسا عبروه، قاموا ينصبوا البرنامج يفتح فيه، رغم أنه موجود هذه، لكن نقدر نحد من عندها. يعني ممكن يصل الذكاء الاصطناعي إلى تغيير تفسيرات الدينية؟ حتما. كيف نتعامل لمنع ذلك؟ بدأ من الآن يفسر الدين تفسير. كيف نمنع ذلك دكتور؟ ما تقدر تمنعه. شنو الحل؟ الحل أنه نبدأ من الآن بوضع برنامج. منو دول اللي نبدأ؟ مو قلت لك نحن منو؟ نحن الأسرة، المدرسة، الحكومة، المؤسسة الدينية، المؤسسات الاجتماعية، كلها تبدأ من الآن بالتعاون بوضع برنامج خاص يتم من خلاله التعامل مع هذه البرامج. يعني ممكن نصل من خلال هذا اللي ذكرته، بعد التعاون ممكن إذا حصل نحوله من شيء سلبي إلى خدمة الأديان والمجالات والتخصصات الأخرى الذكاء الاصطناعي. هو لحد الآن تقدر أنت تستخدمه. حاليا هو متاح لأن تستخدمه بهذا الشكل، لكن بحدود هذه الحدود مسيطر عليها. حاليا الكرة بملعبهم، واحنا مو بالملعب، احنا متفرجين ترى للعلم. هاي المشكلة مالتنا، مو داخلين ضمن الملعب حتى نقدر نصد طوبة او شيء، لا احنا متفرجين. ولذلك هم يتقدمون بشكل متسارع جدا، واحنا لازلنا نستورد او نستوعب ما يصلون اليه من دون ان نفكر انه ماذا مخفي وراء هذا المشروع. زين، متى ينتصر دكتور صالح الطائي لمذهبه؟ حينما أراه إنسانيا. فأي مذهب، أي عقيدة، وليس أي مذهب، أي فكرة، أي نقول مذهب،
أي كلها هذه إذا لم تكن إنسانية يجب أن لا تنتصر لها. وهذه حقيقة أثبتها حتى الدين، حتى القرآن أثبتها، لأنه الإنسانية هي الهدف الأول، هي الهدف الأول الذي يجب أن نحققه من خلال معتقدنا الديني. فمعتقدي الديني إذا تعارض ويا الإنسانية ما أؤمن به، لكن إذا أيدها أنصره وأنصره بشدة، وأنا للعلم مناصر لمذهبي من خلال هذا الجانب. زين، ممكن نصل بنتيجة نحن نعاني أو نفتقر إلى التوازن بين الانتماء المذهبي والموضوعية العلمية؟ كثير، وهذا أيضا يأثر علينا، لأنه قلت لك احنا لازلنا مقيدين بالإرث الذي نحمله. كيف نتحرر؟ ما تقدر تتحرر، هذا تبدي المفروض من الطفولة. حاليا أنا عاشرت كل المذاهب وعندي علاقات عائلية وياهم، فحتى داخل العائلة تلقى الأب والأم يركزون على قضايا تخص مذهبهم. الطفل يبدي يستوعبها، ترسخ في دماغه. هذه شو وقت ما قدرنا نتحرر من هذه، أنا نخلي هذا الانفتاح أنه مذهبي أمر كذا، أو وهذا قريب من الدين أو غير قريب من الدين، هذا أقدر أحكيها بصراحة لابني. هذا الوقت نقدر نجاوب. لكن بهذا الوضع، واعتقد أنه السياسة حاليا أو المتاجرة بالسياسة، وليس السياسة نظيفة، لكن المتاجرة بالسياسة قدرة جدا. المتاجرة بالسياسة هي التي تتحكم بهذا الوضع الآن. مضطرين نروح فاصل قصير ثم نواصل. حياكم الله مرة أخرى متابعين ومستمعين إذاعة الكوت FM، واللقاء الخاص مع الدكتور صالح الطائي، باحث وكاتب في الفكر الديني. حياك الله مرة أخرى دكتور. سلامكم الله، بارك الله فيك. حياك الله دكتور. حلقة ممتعة بكل التفاصيل. شكرا. ولكن احنا مضطرين أن نستمر بالمحاور اللي هي محاور كثيرة. دكتور، ذكرنا كثير من المواضيع وتطرقنا الكثير من المواضيع. ما يهمنا في هذه الحلقة أن نطلع بنتيجة نصائح أكيد، وخاصة الشباب، باعتبار صاحب تجربة طويلة مليئة بالإنتاجات الفكرية والثقافية والمؤتمرات والملتقيات. أكو نصيحة للشباب العراقي والعربي لطريقة التعامل بين التراث والحداثة؟ الشباب هم رأس مال المجتمعات. أكيد. كل مجتمع يفرط بشبابه يفرط بوجوده. تمام. مشكلتنا احنا بالعراق على وجه خاص وفي اغلب بلدان الوطن العربي اننا لا نهتم كثيرا بهذه الشريحة الكبيرة، وهذه الشريحة الواعدة، هذه الشريحة التي ممكن ان تعيد بناء الوطن، اساس المستقبل، تعيد بناء الانسان، تعيد بناء الوجود كله. لذلك يجب الاهتمام بهذا الجانب من خلال تعاون شامل بين كل المؤسسات التي ذكرناها سابقا وعلماء النفس في العراق والعالم، بحيث نحاول نوظف البرامج الموجودة بالعالم، نستوعبها ونوظفها داخل مجتمعنا. الدول الأوروبية وغيرها رغم ضياع الشباب بها لكن مهتمة بهذا الجانب كثيرا. أنا قرأت في ألمانيا يسوون ورشات تدريب عمل للشباب، الشباب العاطل وليس الشباب الموظف وغيره. يعنون مثلا عندنا دورة لتعليم النجارة، مرحلة مبتدئة ابتدائية. من يجي الشاب يقدم، أولا ما يسألوا أنت منين وشنو مذهبك وشنو دينك وشنو كذا، هذه ما يسألوا بها. ثانيا عمرك ما عمرك، تحصيلك الدراسي ما يسألوا عنه. يجي ينتمي رأسا، وين تسكن؟ في فلان مدينة، الراحة والجاية 3 مرات أسبوعيا، تحتاج أجرة هالقد، تحتاج 100 جنيه، راح نعطيك فوقها 50 جنيه لك مصرف، 150 جنيه استرليني أو مارك نعطيك إياها تروح وتيجي. هذا أولا سووا له مورد عيش، أنه عنده مصرف، هو ممكن أنه بدل 100 اللي يصرفه بالراحة والجاية ممكن يجي مشي مثلا أو غيرها، يبدي يتعلم مهنة. بعدين يعلنون مرحلة ثانية أنه مرحلة متوسطة، يجون دون نفسهم اللي يتخرجوا من هاي المرحلة الابتدائية يدخلوها براتب أعلى، يعلموهم مهارات جديدة. المرحلة الثالثة
اللي يتخرج منها يسجل اسمه في مركز التشغيل. أي مؤسسة تشتغل بالنجارة تحتاج إلى عامل، تخابر هاي المؤسسة رشحونا عامل اختصاصه كذا، لقولهم شغلهم وشغلوهم تمام. خلصوا منهم. السؤال، نعم، السؤال اللي الشاب الحائر بين التراث والحداث، شنو نصيحتك له؟ أستاذ سجاد، التراث مهم جدا، ونحن يجب أن نحافظ على التراث ونهتم بالموروث، بجانب أن نهتم بنفس الوقت. نعم، الموروث إلى جانب مهم والتراث إلى جانب مهم، لكن يجب أن لا تكون له الأغلبية. التجديد هو المهم. حاليا المجتمعات تتطور بسرعة الضوء، تحتاج إلى مواكبة لهذا التطور، تحديث للأشياء بنفس السرعة. بنفس السرعة، لأنه أي تأخير راح يؤدي إلى عبور مراحل كثيرة، مراحل تقدمية وعلمية وغيرها راح تنتهي، ما تقدر توصل إلى، ما تقدر تستوعبها بعدين. فلذلك التراث إله، نعم إله دور، لكن في حدود معينة. يعني احنا عندنا العصامية والعظامية موجودة عندنا في تاريخنا، دائما يمدحون العصامي. العظامي يقول لك هذا أبوه وأمه سووه أو عشيرته سوتها أو غيرها، لكن العصامي اللي هو سوى نفسه هو هذا المقدم. احنا حاليا مطلوب من عندنا أن نعلم الإنسان كيف يكون عصاميا. في بعد تفليش جدار برلين الذي يفصل بين برلين الشرقية والغربية، الجانب الغربي كانت عليه رسوم، لأنه الغربيين كانوا يوصلون للسياج براحتهم. الشرقيين ممنوع حمايات وينقتل اللي يوصل للسياج، يعني يريد ينهزم. بعد ما فرشوا الجدار بالتسعينات، جاء شخص ولد شاب قام يلم أحجار من هذه الفرشوها عليها رسومات، وبسط، سوى بسطية يم السور وقعد يبيع. يجون السواح وغيرهم يشترون من عنده. جت صحفية، أنا شفت اللقاء يوم، سألتها قالت لها شو بسوي؟ قال لها والله أنا عاطل. خلقت فرصة عمل، شوف المصطلح، خلقت فرصة عمل، دا بيع هذه السياح دا يشتروها من عندي. قالت له طيب باكر عقبه راح يخلص هذا الحجر، ايش راح تسوي؟ قال لها اخلق فرصة أخرى. عملية الخلق هذه متى ما جعلنا الشاب العراقي يستوعبها ممكن أن نصل إلى نتيجة. لكن احنا لحد الآن كل برامجنا مقصرة في هذا الجانب، وأهمها المؤسسة السياسية الموجودة بالبلد ماذا تهتم بهذا الجانب. حاليا أكثر الطلاب من تسأل يقول لك ايش راح أصير؟ أتخرج وشنو راح أقعد؟ منكسر، محبط. نعم، أنت هذا خلصة من هذا الإحباط، خلصة من هذا الانكسار، راح تعطيه فرصة لأن ينطلق. نعطيه عذر بأن البيئة غير صالحة للإبداع وطرح الأشياء الصحيحة والإنتاج مشروع فكري وثقافي، باعتبار البيئة غير مناسبة أنت حقك ما تتطور وحقك ما تبدع. لا 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 لا، أكيد هذا مو عذر، بالعكس مو عذر أبدا. البيئة موجودة في كل مجتمع، ممكن تأثر عليك، لكن عملية استغلال البيئة هي هذه المهمة. احنا خلي فقط مطلوب من عندنا يعني قضايا بسيطة جدا، أن نخلي رجل على الطريق الصحيح. متى ما وضعنا قدم على الطريق الصحيح بعد هو يحدد، ممكن أن يبدأ ونترك له حرية الاختيار. يعني نبحث احنا عن وضعه في السكة صحيح. هذا المهم. بس لأن احنا مو دورنا نكمل للأخير، بعد هو يبقى يكمل هذا. يعني ممكن نقول أكو فرصة حقيقية لمشروع فكري، نشاط فكري لأي شاب، لأي شخصية في ظل هذا الزمن، التواصل الاجتماعي، السطحية بالمحتوى، المحتوى الهابط. ممكن ممكن جدا. أنا دائما استعمل تاكسيات في تنقلاتي فيعجبني دائما أسئلة للسائق شو خلص دراسة؟ يقول لي للثالث متوسط وتركت. تمام. فنبدي نحكي بهذا الموضوع. تدري مرات أصعد يطلع نفس السائق اللي حكيت وياه يقول لي تدري استاذ أنا هاي موضوعك اللي حكيت وياي راحت سجلت خارجي وامتحنت وجعل سادس. زين. فاحنا فقط نراد عملية تشجيع بسيطة. تبقى لي سؤال كلش عملية تشجيع بسيطة. إجابتك ذكرتني بسؤال كلش مهم. نعم. ممكن الشخص مكمل أكاديمية كدراسة ممكن أن يصل إلى أعلى درجة بالأكاديمية، أستاذ مساعد، دكتوراه، وممكن أن يكون أمه بنفس الوقت. يمكن أن يكون شنو؟ أمي. ترى معلومة هذه بديهية جدا. الشهادة أنا أعرف الإجابة. الشهادة لا تعني الثقافة. الثقافة واحد والشهادة واحد. هل نعاني نحن من ذلك؟ الشهادة
أداة تأهلك لأماكن معينة تأديها، لكن ما ثقفك. كثير من حملة الشهادات هم أميين فكريا، وهذا جانب مهم جدا. ممكن جدا ممكن نعاني كثيرا، شيء سائد يعتبر. لا ده نعاني منها حاليا. هو لا احنا جاي نعاني منها يعني، فشيء سائد يعتبر. دائما تلقى يسولف لك في تخصصه، يبدع في تخصصه، ولكن ابسط جزئيات الثقافيه الدينيه في مجالات، ابسط المجالات ممكن هو تلقاه ما عنده اي اطلاع، وحتى رايه يكون ركيك. استاذ سجاد، انا حكيت لك على الدكتور مثنى ابراهيم من الملك. تحياتنا له، وان شاء الله يكون لقاءنا خاص وياه. طبعا هذا شخصيا بعد موافقته. هذا الرجل اكاديمي، تخصص جينات والدي ان اي، ومن تجي تقعد وياه هاي لين تحبه ايش تحكي؟ لا بالعكس، هذا الرجل هو دا يقول لك هذا تنتصر له جاي انه عمليه الخروج من الاميه الى التحضر والثقافه، أن توظف معلوماتك التي حصلت عليها عن طريق الشهادة، عن طريق الدرجة العلمية اللي حصلتها من خلال الدراسة، لاستنباط قضايا جديدة. دكتور مثلا من تجلس معاه ما يتكلم لك عن فلان مرض كذا، لكن يربط لك بين المرض الفلاني وقدرة الله سبحانه وتعالى وصنع الله سبحانه وتعالى. ممكن تطبيق هذا الجانب في الحياة العامة، ممكن كذا. فهذا يدلك على أنه الشهادة معها ثقافة. لكن كثير من حملة الشهادات لا يملكون هذا الجانب، يبقى محصور في مجال ضيق ضمن تخصصه ما يخرج منه أبدا، وهذه أمية في طريق. ممكن تأثر حتى على رسالته اللي مختص فيها. نعم، عدم الاطلاع. نعم، ما يقدر يصل. شنو الشرط أن يكون مثقف؟ شنو الشرط اللي عند الدكتور صالح بين هذا فعلا مثقف؟ مجرد يقرأ، مجرد يطلع، مجرد عنده معلومات؟ احنا قلنا القراءة ترى مهمة جدا. لا، شنو الشرط اللي عند الدكتور صالح هذا تعتبره ضمن مقاييسك هذا مثقف؟ لا شرط سوى أن ينفتح على المجتمع، يبدي. إذا أنت تفكر في النتيجة. نعم، يبدي يدرس إرهاصات المجتمع. دراسة إرهاصات المجتمع ممكن أن تخليه يستوعب قضايا جديدة كان يتقبل الآخر، كان غافل عنها. ممكن أن يقوم يبدع في هذا المجال. ممكن أن نطلع بنتيجة. أحد الفلاسفة يقول هو المثقف هو من يوسع دائرة الإيجابيات ويقلص دائرة السلبيات. وهذا ما قصدت أنا بجوابي. ليش تعددت تعاريف المثقف دكتور؟ لأنها أصلا هي نسبية ليست ثابتة. المثقف يفسر أو يعرف ضمن تفكير خاص، رؤى معينة. كل شخص معين ينظر للمثقف من زاوية معينة تختلف عن رؤية الآخر للزاوية. وهو طبعا هو موجود، تنوع التعريفات موجود حتى في العلوم الحديثة حاليا، موجود في كثير من المصطلحات تلقى لها عشرات التعريفات، وهي بالأساس مثلا هدفها واحد. كيف أختار كتاب؟ أنا اليوم في مكتبة، سؤال مهم جدا، في شارع المتنبي. الشيء اللي يميز هذه الحلقة بين أن لا ألتزم بالإعداد، لأن الكلام وياك هو ممتع. أنا اليوم في مكتبة وأريد أختار الكتاب اللي يطورني، اللي أستفاد من يمه. أطلع على الفهرس، أطلع على المقدمة. أنا أولا ما أشتري كتاب إلا أنا محتاجه أصلا. دا أحكي بشكل هذا عن جانب. لكن حينما أريد أن أختار كتابا آخر، أنزل للمتنبي أو أي مكتبة صدفة شفته وعجبك العنوان، أبدأ أولا بقراءة ظهر الغلاف. اللي هو ظهر الغلاف دائما المؤلف يكتب به فد ومضة. الغلاف الخارجي اي عن مضمون الغلاف دائما. ظهر شنو عنوان اللي يكتب؟ ما فقط لا شو يكتب أي شيء ومضة تخص مضمون الكتاب. ثم أقرأ الفهرس، عنوانات الفهرس، أشوف شنو دا يتناوله بهذا كتابه، وبعدين أقرأ جزء من المقدمة، الجزء المهم اللي يلخص به فكرة الكتاب. هي بداية المقدمة. هذه تنطيني فد صورة عن الكتاب. لكن بالنسبة للشباب، الشباب حاليا عندهم خيارين. الخيار الأول أنه القراءات ضمن تخصصاتهم، يطور نفسه بتخصصه، أن يطور نفسه بتخصصاته. هاي واحد، سواء كان طالب جامعة أو طالب مراحل في أي تخصص. هذا جانب. وكو جانب آخر جانب الثقافة العامة. وجانب الثقافة العامة شقين. الشق الأول الرغبات الشخصية اللي هو يحبها. مثلا أكو واحد يريد يقرأ بالفن، أكو واحد يريد يقرأ مثلا بالعلم الاجتماع، واحد يقرأ بالفيزياء.
هذا جانب يطوره. والجانب الآخر أنه الثقافة العامة، هذا الجانب هو المهم اللي أنا أركز عليه. اقرأ أي كتاب لكن حصن نفسك. أنا عمري بالمتوسط من قمت أشتري كتب، بداية شراء الكتب، لقيت كتاب اسمه الوجودية لبول جان بول سارتر. اشتريته وجيت البيت. أبويا رجل أمي لكن حكيم. قال لي ها بابا جايب كتاب جديد؟ قلت له والله بابا. قال شنو هذا كتابه؟ قلت له هذا يقول الله ماكو داخله. قال لي لا بابا. بس انت عندك مناعة. لا انا بعدني بالثالث متوسط. قال لي لا بابا هذا الكتاب مو هسه تقرا، بعد ما هذا متخلص اعداديه، ذبه بالمكتبه متخلص اعداديه اقرا. انا بصدق ذبيته بالمكتبه ما فتحته، اخذت النصيحه الى ان خلصت اعداديه. عمليه التحصين هذه مهمه جدا. اذا كانت عندك تحصين دينيا، كفاءه انه تحس بنفسك انه تملك عمليه تحصين، اقرا اي كتاب مهما كان توجه. دكتور تقصد التحصين بأن هو من الايمان بالله الى التحويل الى الالحاد، هذا تقصد به؟ لا 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 لا، التحصين ان تكون مستعد لتقبل ما تقرأ، ممكن ما يأثر عليك، لكن أن لا يترك أثرا سالبا عليك، أن تكون معتقد اعتقادا يحميك من ما موجود في الكتاب. الإيمان بالله هذا شيء أساسي لا يمكن التخلي عنه، لكن ممكن أن نوصل كتابات الوجودية وغيرها ممكن تأثر عليه، ممكن. فلذلك يجب أن يكون التحصين موجود. التحصين متى ما كان موجود أنت أقرأ أي كتاب يطرأ في بالك وبدون نقاش، سواء كان بكفر أو بعلوم أو بقضايا حتى لو كانت، وأقولها صراحة يعني فيها إساءة للأخلاق، أقرأ. لكن ما دمت محصنا، أكو كتاب اسمه زهر الربيع للنعمة الله الجزائري، وهذا أحد الكتاب العراقيين الكبار. عنده كتاب قصص الأنبياء. شو اسمه دكتور؟ نعمة الله الجزائري، كتاب ربيع زهر الربيع. زهر الربيع الفصل الأخير من عنده رغم أنه مخصص للدراسات الحوزوية يتكلم عن الجنس، ويتكلم عن الجنس بنفس أسلوب السيوطي، جلال الدين السيوطي. جلال الدين السيوطي عنده 5 كتب عن الجنس، الأيك ومن كذا، فيتكلم بنفس الأسلوب. ليش؟ لأنه ذولا عندهم حصانة، عندهم حصانة فكرية، فمن يطرح هذا يطرح لسبب آخر. لكن الإنسان اللي ما عنده حصانة رأسه راح ينجر وراح يتأثر. أكد على ناحية الحصانة، إذا كانت عندك حصانة اقرأ ما شئت. زين، احنا راح ممكن واحد يسأل أو يشكل علينا، يقول احنا في جانب تنصحونا بأن من نطلع على كتاب أو على موضوع بأن نكون محايدين لتقبل كل الآراء، وممكن أن لا ننتصر لمذهبنا أو لمبدأنا، بحيث ممكن هذا المبدأ اللي نقرأ ممكن يغيرنا 180 درجة وممكن هو يكون صحيح. في جانب آخر لازم تحصين على مود ما تتغير، على مود ما يأثر عليك. هل دكتور ممكن أن نصل بالشخص بأن يكون انسداد فكري 100% حتى من يطلع ما راح يستفيد؟ لا، ديكارت عنده نظرية الشك، وملخصها شك لكي تصل إلى اليقين، إلى الحقيقة. شك لكي تصل إلى اليقين. عملية اليقين عملية صعب الوصول إليها. احنا ما نريد هذا، لأنه أنت من تقرأ راح يكون عبث إذا لم تستفد مما قرأت. احنا نقصد أنه الكتب التي ممكن أن تكون فيها بعض الأفكار المنحرفة يجب أن تكون محصن عنها. أما بقية العلوم وغيرها فهي أساسا أنت تقرأ لكي تستفيد. نعم، هذا جانب. دكتور، ظاهرة الانقطاع عن القراءة وخاصة الورقية، احنا بدينا حتى في التفاعل في السوشيال ميديا، تلقى المحتوى البسيط الغير هادف تلقى التفاعل وياه كلش كثير، ولكن المحتوى الهادف الذو فائدة نشوف مو ذاك التفاعل. كيف نعالج هاي ظاهرة عدم القراءة؟ حقيقة هذه القراءة في مجتمعاتنا العربية أكثر من في المجتمعات الأوروبية. يعني خلال سفراتي ألاحظ الفرد الأوروبي دائما الكتاب موجود معه، واللطيف بيهم أنه بالمطارات ومحطات الباصات وغيرها ما يضيع الوقت، تجد مكتبة. تجد مكتبة، ومن يشتري الكتاب إذا قاعد بالمحطة وقرأ به وتأخرت مثلا الباص ماله ساعة أو أكثر، من يخلص يعوفه على الميز على الكرسي ماله ويروح يصعد بالجسم. القسم الآخر لا، يأخذه وياه للسيارة أو للطيارة،
ومن ينزل يعوفه بمكانه حتى يستفيد منه من يأتي بعده. احنا عندنا هذا الجانب لا، عملية التشجيع مقطوعة. بعض الدول العربية بدأت تسوي مسابقات بين الأطفال، قارئ 50 كتاب، قارئ قراءة، يعني هذا موضوع جيد وأنا أشجعه جدا. لكن احنا عندنا أغلب الدول العربية منتهي هذا الجانب. احنا المفروض نوازن بين هذا، نوازن بين احنا ما نريد ينقطع عن الانترنت ولا ينقطع عن القراءة الإلكترونية. أنا في كتاب من كتبي ألفته معلق تقريبا 100 كتاب من الانترنت. الانترنت مليء بالكتب تقدر تقراهم، لكن أنت ما تلتهي بقضايا المواقع التواصل والاجتماعيات وغيرها وتترك القراءة. خلي جانب للقراءة حتى يكون مصدرها غير رصين. المعلومة قد يكون تجيك بالسوشيال ميديا مو رصينة، ممكن أي واحد. احنا قلنا اقرأ ما دمت تملك الحصانة. أما باقي الأمور الأخرى نقدر منها داخل المجتمع نبدأ بيها. احنا نبدأ نشجع القراءة. يعني أنا أحكي لك، أنا ألفت 91 كتاب، لو تسألني إيش قد صرفت عليها مبلغ طائل جدا. بعض الكتب مادينها هو هذا اللي أريد أوصل له. بعض الكتب 4 ملايين دينار كلفة الطباعة مالتها، استفادية ضعف. لكن إيش قد دخلني من هاي 91 كتاب؟ ثق عشر معشار ثمنها. محزن هذا الشيء، لأنه أنا لا بالعكس فرحان له جدا لسبب بسيط، أنه 90% من مؤلفاتي أوزعها مجانا على الشباب. المشكلة أنه لا أجد من يتواصل بهذا الجانب. نادر جدا أن يتصل بي شاب يسألني أنه فلان كتاب تقول بي كذا، ليش؟ شنو السبب؟ لا، على أنه ماكو قراءة. شنو الحل لهذا الشيء؟ اختصار شديد بعد دقيقة واحدة. شلون نشجع؟ تشجيع من خلال مؤسسة الدكتور صالح الطائي الثقافية للإبداع. كلها حتى الجامعات وغيرها. يعني احنا مثلا نقدر هنا بالجامعات، وسأنا كاتب بها مطالعة إذا رفعها جامعة واسط والجامعة الكويت والمحافظ، أنه نسوي مثلا فد مسابقة ملتقى، لا فد مسابقة كتابة عن مدينة الكوت، كتابة بحث 20 صفحة 15 صفحة عن مدينة الكوت، والجائزة الأولى 10 ملايين دينار. ناس تتفاعل على أن لا يكون مكتوب بالأسواق. زين دكتور، ما عندنا وقت. مؤسسة الدكتور صالح الطائي الثقافية للإبداع، شنو الموضوع هذا؟ جزء من الحراك الثقافي موجودة هي، سوين مكانها؟ موجودة حاليا. وين مكانها؟ بالبيت مالي، بالبيت. لأنه شنو النشاطات الأسبوعية؟ لا، هي حقيقة بداية احنا كان عندنا شارع دجلة الثقافي، كنا أمل أن يبقى هذا الشارع ويصبح واجهة من واجهات الثقافة الوسطية. وين راح شارع دجلة؟ لكن حورب لأسباب كثيرة، ومن ضمنها جزء كبير من الحوار الذي دار بيننا كان سبب في غلق الجامع، لأن هناك غلق الشارع، لأن هناك من اعترض على منهج الشارع المتحرر. الشارع لم يكن ملتزم بجانب واحد، كانوا اليساريين، جماعة الصرخي، جماعة السيد الصدر، جماعة السيد السيستاني، العلمانيين، يتقبل الجميع كانوا موجودين، وكانوا الكل يبيعون كتب. وين الاعتراض بالموضوع؟ لكن اكو من مؤثر اعترض وانتهى الجامع الشارع. بعدها سوينا رابطة دجلة الثقافية اللي كانت تجتمع بيم فندق رياض، وكنا نسوي نشاطات ثقافية. وأيضا الآن انتهت. الآن شنو النشاط مال مؤسسة الدكتور صالح؟ مؤسستنا جتي من مخلفات هذا الفشل. المؤسسة هدفها أولا تكريمي، لأن هي ثقافية للتكريم. تكريم المبدعين، تكريم المبدعين الذين يقدمون في كل المجالات خدمات لمدينة واسط بكل المجالات. زين. كل المجالات، تشجيع ما كان انتمائهم. يعني اكو جماعة مثلا يحشون عن تشارنا، دولة تشارنا ودولة كذا. انا كرمت اثنين من كبار التشارنا. كرمت احد شعرائها اللي هو مصطفى جميل، وشاعر جميل جدا بشعره، هو من جماعة واتشرف أنه كرم الدولة لأنه دولة يستحقون التكريم. فالهدف من عندها تكريم كل من يستطيع أن يقدم شيئا للمحافظة. والجانب الآخر جانب ثقافي، وهو إقامة بعض الورش الثقافية أو الندوات الثقافية أو التفاعل ضمن بعض المؤسسات الثقافية والتواصل معها حتى ننمي الحراك الثقافي بواسطنا العزيزة. في الختام شكرا دكتور. أنا أشكركم وأتمنى لكم الخير والبركة. توعدنا على حلقات قادمة إن شاء الله. لا أنا الإعداد كله ما كمل.
الله يكرم إن شاء الله. أكو نصيحة، أكو كلام ما قلنا، أكو شيء ما ذكرنا؟ الله يكرم إن شاء الله خير. إن شاء الله. في الختام شكرا على حضورك، شكرا على وقتك دكتور. شكر موصول للمخرج المبدع ست خلود، أستاذ حيدر السيفاوي. أنا محدثكم سجاد علوان الرباعي، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.